صورة مضيئة مشاهدينا الأعزاء نتابعها من خلال شاشة القناة الثالثة، تناغم نسيج الشعب المصري المسلم والمسيحي، المسيحي والمسلم على مائدة الإفطار في شهر رمضان. من خلال شاشة القناة الثالثة مشاهدينا الأعزاء نتابع معا مائدة إفطار نيافة الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة والتبين. تابعونا مشاهدينا الأعزاء والثالثة وهذه الصورة المضيئة. نيافة الأنبا بسنتي، كل عام ونيافتك بخير ودايما رمضان يجمعنا على مائدة الحب. تناغم أذان المساجد مع أجراس الكنائس على مائدة المحبة له معنى خاص اليوم. هو زي ما قال معالي الوزير المهندس ماجد جورج إن شعب واحد يحب الله ويحب بعضه، وأصبح شهر رمضان شهر لشعب مصر كله مسلمين ومسيحيين، كل بيتقابل في محبة في مودة بتعبر عن هذا النسيج الواحد الجميل القوي بحبه بأمانته لربنا وبحبه لبعضه البعض، ومعا في كل ظروف الحياة عندما يأتي خير بنشكر ربنا عليه جميعا، ليأتي متاعب بنتصدى لها جميعا كشعب واحد. واحنا لسه قريبين من أكتوبر، يعني احتفالات 6 أكتوبر، ونتذكر انتصارات أكتوبر واحنا ما زلنا النهارده 9 أكتوبر. فيعني ذكريات النصر الذي تم بأيدي أبناء مصر مسلمين ومسيحيين، الرئيس سادات والفريق أحمد بدوي والرئيس مبارك، القوات الجوية فؤاد عزيز غالي، الجيش الميداني الثاني، وهكذا تحقق النصر بكل أبناء مصر مسلمين ومسيحيين. فكل ده استعادة وتقوية، سعادة لذاكرة الأمة وتقوية لذاكرتها في الحب والتآخي والشعب الواحد. سيادة الوزير ماجد جورج، رمضان يجمعنا على مائدة الحب والمحبة، مائدة نيافة الأنبا بسنتي اليوم. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وانا يعني بيسعدني اني اشارك في هذا الفطار مع اخواننا المسلمين في منطقة حلوان والمعصرة، وبنشكر الأنبا بسنتي على هذه الدعوة، وهي عادة حميدة يعني كل سنة. واحنا دايما عنصري الأمة بيسعدهم ان هم يتواجدوا في مثل هذه الأيام المباركة مع بعض، اللي بتعبر عن روح المودة والحب والألفة بين عنصري الأمة، وكل ما هو من دعاوى فرقة أو فتنة ليس لها أصل وليس لها وجود، وهي كلها دعاوى خارجية تحاول أن تفرق بين شعبي الأمة اللي هم طول عمرهم وعلى مر العصور في ألفة مع بعض. سيادة الوزير، سعد مشعل، كل سنة وسيادتك بخير ورمضان كريم، ودايما رمضان يجمعنا على مائدة نيافة الأنبا بسنتي. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وطبعا كل سنة وانت طيب نيافة الأنبا، وبنشكرك دايما وأبدا لأنك أنت إنسان محب وإنسان على خلق وإنسان تجمع الناس كلها على المحبة وعلى التواد والتعاطف والتراحم. والحمد لله احنا في مائدة رمضان تملي باستمرار بتستضيفنا هنا وبتستضيف الجمع الكريم ده كله مسلمين ومسيحيين على مائدة واحدة، شعب مصري واحد، أصل واحد، بيجمعنا هدف واحد وبتجمعنا أخلاقيات واحدة. ومن هنا احنا بنشكر نيافة الأنبا على هذا، وبنقول له كل سنة وانت طيب، وإن شاء الله السنة الجاية تجمعنا على خير برضه، ودائما مصر أم الخير لكل أولادها مسلمين ومسيحيين. كل
سنة حضرتك طيب يا رمضان. طيب وشكرا يا سيدي. الأستاذ الدكتور عبد الحي عبيد رئيس جامعة حلوان، دايما رمضان بيجمعنا وإفطار نيافة الأنبا بسنتي له معنى خاص في حلوان. الحقيقة الأنبا بسنتي بشخصه هو راجل كريم جدا وصديق حبيب وعزيز وغالي منذ فترة طويلة جدا، واحنا بنسعد فعلا بدعوته. ويمكن من الدعوات القليلة اللي الواحد بيلبيها هي دعوة الأنبا بسنتي لأخوته ولصداقته ولمحبته ومحبة الإخوة المسيحيين عموما في هذا اليوم اللي هو زي ما بقول دايما. احنا كان لنا لقاء امبارح في الراديو انا والأنبا بسنتي بالليل بنقول ان احنا نسيج واحد والدين لله والوطن للجميع. احنا كلنا إخوة في مصر، نسيج واحد وشعب واحد. وزي ما انت شايف المسلم بياكل على ترابيزة المسيحي والمسيحي بياكل على ترابيزة المسلم، فما فيش فرق اطلاقا بين هذا وذاك. سنة حضرتك طيب يا رمضان. كل سنة وانتم طيبين جميعا. الفنان الكبير النجم سمير الاسكندراني، هذه المائدة بتؤكد تناغم نسيج الشعب المصري بدون شك، مائدة افطار محبة على مائدة الأنبا بسنتي. اولا انت رأيت بعيني رأسك ماذا يحدث. هذا اللقاء السنوي التلقائي الصادق في مسلمين وأقباط. الأقباط يشاركون المسلمين لاحتفال بعيدهم الديني رمضان. سمعنا كلنا الأذان عشان نبدأ ناكل في الكنيسة، أذان الإسلامي في الكنيسة. الارتباط بين مصر بشقيها شديد الوضوح، مفخرة لنا نسيج وشكل لا تستمتع به اي دولة في الدنيا. احنا واضحين. كنا في كلية الفنون جميلة لما كنت تلميذ ثم استاذ فيها، نعلم الولاد لما يرسموا اعلان عن مصر، بوستر او بامفلت، نعمل صليب وهلال، نعمل مئذنة وبرج كنيسة. انت شفت لما انت جريت توضب الكاميرات اخواتك الاقباط كانوا بيجروا وراك عشان يحضروا لك الاكل. قد ايه السعادة، رموز طيبة صغيرة لكن معانيها ضخمة وعالية. وكل سنة وانت طيب وقناتنا الثالثة بخير وكلنا بخير في ظل هذه البلد الجميلة الطيبة الخيرة. فرصة سعيدة تعيش. كل سنة وانت طيب ودايما معانا على الثالثة بخير. الله يخليك يا حبيبي. تابعنا معكم مشاهدينا الاعزاء من خلال شاشة القناة الثالثة هذه الصورة المضيئة التي تؤكد تناغم نسيج الشعب المصري المسيحي المسلم والمسيحي عندما يجتمع على مائدة الافطار في رمضان. تابعنا مشاهدينا الاعزاء مائدة افطار نيافة الأنبا بسنتي اسقف حلوان والمعصرة والتبين، على موعد بلقاء ومتابعة جديدة لصورة مضيئة جديدة والقناة الثالثة.